شغال في مجال أو حابب تبتدي في مجال التسويق بالعمولة بس مش عارف تبتدي إزاي. النهاردة أنا جايب لك منصة من أفضل المنصات في مجال التسويق بالعمولة، وهي منصة تاجر. بتكتب في السيرش تاجر دوت كوم عفواً، بتفتح لك المنصة وبتسجل كبائع مش كعميل. بعد ما بتسجل كبائع بتفتح معاك المنصة بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. تمام. متقسمة عندك كالفئات بتاعتها. تمام. ومنصة تاجر بالمناسبة متاحة حاليا في 4 دول: مصر، السعودية، الإمارات، العراق. بعد ما بتسجل وبتفتح، حابب تسوق مثلا لأي منتج، ولنفترض الإيربودز ده، بيديك هنا أول ما بتفتح أو بتضغط على المنتج سعر المنتج بالجملة اللي هو السعر ليك أنت، وبيديك أقل سعر للبيع، السعر اللي أنت بتبيع بيه، والربح بتاعك لو بعت بالسعر ده. وكل ما بتزود طبعا في سعر المنتج، كل ما بتزيد عمولتك أو بيزيد الربح بتاعك. تمام. دلوقتي أنا عايز أنزل المحتوى بتاع المنتج بتاعي. بتنزل لتحت وبتدوس على تحميل الصور، بتنزل مضغوطة، بتعمل لها ضغط، بيبقى عندك صور المنتج. بتسوق بقى المنتج على أي منصة أو على حسب أنت هتسوق فين، مثلا فيسبوك، انستجرام، تيك توك، سناب شات. وإن شاء الله بالمناسبة في كورسات هتنزل على القناة إزاي تعمل إعلانات ممولة على فيسبوك وإنستجرام، وإزاي تسوق للمنتجات دي. وفي كورسات إزاي تعمل متجر إلكتروني وتشتغل عليه التسويق بالعمولة. بعد حضرتك ما بتحمل المنتج بيبقى عندك تفاصيل سريعة، بدل ما تكتب كل حاجة موجودة بتدوس نسخ المحتوى. وأفكار المحتوى دي بيبقى مكتوب فيها مميزات المنتج أو خصائص المنتج، أو المنتج ده خاص بإيه والمميزات بتاعته. ولنفترض جالك اوردر من عميل وعايز تطلب الاوردر ده، بتدوس على اطلب الآن، أو بتخش على المنتج اللي انت كنت بتسوق له وبتدوس اطلب الآن. تمام. بيجي عندك الاسم الكامل، بتكتب طبعا اسم العميل ورقم تليفون العميل والمحافظة والعنوان بالتفصيل والكمية المطلوبة واسم الصفحة ولينك الصفحة، دول اختياري. الملاحظات بتكتب أي ملاحظة، مثلا إن العميل بيتواجد في المنزل الساعة مثلا 6 المغرب، أو ما بيبقاش متواجد 6 المغرب، وهكذا يعني. بعد ما بتملى الفورم أو البيانات بتاعة العميل بتدوس إرسال الطلب. لحد كده مهمتك أنت انتهت هنا. بتبدأ الشركة بتتواصل مع العميل، بتأكد الأوردر، وبيشحن الأوردر للعميل. طيب عمولتي أنا بتيجي إزاي؟ بعد العميل ما بيدفع الفلوس للشركة، بتنزل لحضرتك على المحفظة الخاصة حسابك على موقع الشركة. تخش على المحفظة، سواء بقى نازله لك بالجنيه أو بالدرهم أو بالريال أو بالدينار، على حسب أنت بتسوق فين، متاحة معاك في ال4 دول دول. بيبقى عندك أرباحك الجاهزة للسحب. بتدوس سحب الأرباح، سهلة جدا. بتدوس سحب أرباح وبتكتب رقم حضرتك، يكون رقم عليه محفظة، سواء موبينيل أو أورنج أو اتصالات أو عفوا أو فودافون. أي رقم من ال3 دول، سواء موبينيل أو فودافون أو اتصالات، يكون عليه محفظة. في خلال من 12 ل 24 ساعة الأرباح بتنزل على المحفظة بتاعت حضرتك. إيه تاني في المنصة دي؟ الطلبات اللي حضرتك بيديك إحصائية كل شهر، أنت عملت كم طلب، الطلبات المؤكدة، الطلبات المعلقة، الطلبات اللي تمت. بيديك إحصائيات عن تجارتك أو عن شغلك. تمام. المنصة زي ما حضراتكم شايفين هي سهلة جدا، متقسمة عندك إلكترونيات، ملابس، منتجات، صحة، منزل، تاجر. إلكترونيات عليها جميع الإلكترونيات والملابس. خش على الملابس. ملابس برضو عليها منتجات يعني مش سيئة.
منتجات تأدي معاك الغرض، ومنتجات تعرف تسوق لها. بس منصة تاجر منصة كبيرة ومنصة معروفة، زائد إن أنت حتة الأرباح متقلقش من المنصة، إن هي منصة مضمونة وعن تجربة. وبكده يكون الفيديو بتاعنا النهاردة خلص، وشرحنا خلص النهاردة، وانتظرونا إن شاء الله في فيديو جديد وكورسات إن شاء الله هتنزل على القناة. اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس. سلام عليكم.